لو لحد دلوقتي مش مستوعب الألم اللي بتحس بيه الستات وقت البريود، ركز في الفيديو ده. أول يوم في البريود بطانة الرحم السميكة بتبدأ تتساقط ويبدأ أول نزول للدم، وبيكون مصحوب بألم خفيف في البطن. في اليوم الثاني واللي غالبا بيكون أكتر يوم مؤلم في البريود، الرحم بينقبض بقوة عشان يطرد باقي الأنسجة المتراكمة. وفي اليوم الثالث تدفق الدم بيبدأ يقل شوية لأن البطانة نفسها بقت أرق وأقل سماكة. وفي اليوم الرابع النزيف بيخف أكتر والرحم بيبدأ يدخل في مرحلة شفاء داخلية. اليوم الخامس الدورة تقريبا بتنتهي وجسم الست بيبدأ يجهز نفسه للدورة اللي بعدها. وفي اليوم السادس بتبدأ مرحلة الإصلاح، يعني خلايا جديدة بتتكون ومستوى هرمون الاستروجين بيبدأ يعلى تدريجيا. وفي اليوم السابع بتبدأ بطانة جديدة تنمو جوه الرحم. وفي اليوم الثامن البطانة الجديدة بتقوى وبتزيد سمكتها عشان جسم الست يستعد لمرحلة التبويض. ولو ما حصلش إخصاب للبويضة بتتعاد الدورة من أول وجديد وتعيش الست نفس الألم كل شهر، وفي الآخر يقولوا عليها بتدلع. أنا محمد شرف بقدم محتوى علمي، لو مهتم بالنوع ده من المحتوى تابعني.